اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنيه سلامه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. جايه لكم النهارده ومعايا صديق كل اكلات الشتاء: عدس، رز وعدس، شوربه عدس، محشي. كل اكل الشتاء اللي بيدفي لازم جنبنا الصديق ده اللي هو اللفت المملح ابو ميه زي العسل. تعالوا النهارده نعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه والنتيجه مضمونه. اول حاجه كده رحنا السوق ملينا شنطتين لفت. طبعا رخيص، ال3 كيلو ب10 جنيه وال2 كيلو ب10 جنيه، يعني هاتي واشبعي منه طول ما هو موجود في السوق. جبت كده اللفت وهقول لكم ازاي ننقيه وايه اللي ما نحبش نجيبه علشان نعمل حبه لفت احلى من اللي بنشتريه من بره. انا رحت جبت لفت جاهز مملح جاهز، قطع لي واحده بس في الكيس ب10 جنيه. طب ليه ما نعملوش في البيت ونعمل 3 كيلو بال10 جنيه وانضف واوفر وكفايه ان هو من ايدينا. جبت اللفت كده غسلته كويس جدا. انا بحب انقعه في الميه 10 دقايق علشان الطينه اللي عليه تدوب شويه واقدر انضفها بفرشه بقى مخصوصه للخضار بليفه. المهم ان احنا نغسله كده واحده واحده عشان كمان ما نطلعش اللون الاحمر بتاعه الحلو. هاخد كده كل لفتايه اشيل من عليها العنقود بتاعها ده، انا بحبه جدا اكتر من اللفت. وهنقطع اللفتايه حسب حجمها، نختار اللفت الحجم الوسط، والاهم من ده نختار اللفتايه التقيله. يعني ممكن نجيب لفتايه قد البيضه اتقل من اللفتايه تكون قد البطاطسايه. ليه؟ شايفين دي كبيره قد ايه؟ وانا قصدت ان انا اجيبها لكم. دي كانت بتبقى اللي هي اللفت الشايخ، بيبقى قلبها مخوخ كده وشايخ، ده ما ينفعش ابدا ان احنا نملحه. جبته كده وقطعته التقطيعه تكون مناسبه، ما تكونش رقيقه قوي عشان ما يبقاش طري وما تكونش تخينه. دول 3 كيلو من اللفت، حطيت عليهم حوالي 4 معالق من الملح الخشن. انا بفضل جدا الملح الخشن سواء اللي في الاكياس او اللي بنجيبه بالكيلو اللي هو الملح الرشيدي، بيكون افضل كمان في التمليح. ساعتين سبت كده اللفت في مصفى عليه ال4 معالق ملح على 3 كيلو، وسبتهم في مصفى حوالي ساعتين. نزل ميه كتير، ميه مره وليها ريحه احنا مش محتاجينها خالص. بعد كده مش هنشطف اللفت نهائي بملح وكده، هناخده نعبيه في البرطمان. نراعي انه يكون حجم البرطمان قد حجم الحاجه اللي هنملحها علشان ما يبقاش فيه مساحه كبيره فاضيه واللفت يعوم لفوق. جبت خلاص كده عبيت اللفت بتاعي كله في البرطمان. هجيب بقى الكبه، جبت قرن فلفل احمر شطه حامي، ده اختياري بس ما بيأثرش ابدا، الحمو بتاعه في اللفت بيديله لون وبيديله نكهه كده حاميه على خفيف. وكمان اخدت بس نص بنجرايه كفايه، لان انا ما بحبش اللفت يكون لونه غامق، وساعات كتير جدا بستكفي بالميه والملح لللفت وهو بيدي اللون البنك الحلو بتاعه لوحده. اللفت البنجر والشطة حطيتهم وعليهم كوباية مية. هنتكلم عن المية بتاعتنا لازم تكون مية مغلية وبردناها. لكل 4 كوبايات كوبايات مية اللي هو الرتل 4 معالق ملح. ضفت هنا دول كانوا 8 كوبايات، حطيت عليهم 8 معالق ملح خشن ومعلقة من السكر، وكمان ضفت معلقتين من الخل. وده كل اللي احنا حطيناه في المحلول التمليح بتاع اللفت. 3 ايام وهيبقى بيقول انا عاوز حد ياكلني، طعم وريحة ولون في منتهى الجمال. تعالوا نطلع كده ونشوف. اهم حاجة لما نيجي ناخد من اي مخللات احنا عاملينها، يا اما ناخد بمعلقه نضيفه وناشفه، يا اما ناخد بايدنا بس نكون لابسين جوانتي علشان ده بيأثر عمر المخلل لو عملنا غير كده. شايفين لونه وجماله؟ شايفين البنجر مأثرش في لونه ازاي؟ يا دوب بقى هو قرن الشطه اللي ادى اللون البنك الخفيف ده، والتطعيمه الحراقه الخفيفه جدا، وكانوا حبه لفت زي العسل. جربوه هيعجبكم، بالطريقه دي هيكون ناجح معاكم. وهو دلوقتي رخيص، نقدر نجيب كذا مرة ونملح كذا مرة، هتبقى النتيجة بتاعته مضمونة. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. أسيبكم في أمان الله، مع السلامة.